تخيل إنك تنام شخص عادي ما يحب الرياضيات ولا يفهم فيها كثير، وتصحى فجأة تشوف العالم كله معادلات وأشكال هندسية. كيف صار هذا الشيء؟ وهل ممكن إصابة في الرأس تفتح قدرات مخفية داخل العقل؟ استعد لأغرب قصة حقيقية ممكن تسمعها اليوم. في عام 2002 كان جيسون بادجيت يعيش حياة عادية جداً، يشتغل في بيع الأثاث ويقضي وقته مثل أي شخص طبيعي، بعيد كل البعد عن الرياضيات والعلوم. ما كان متفوق بالدراسة، ولا أحد توقع إنه بيصير يوم من الأيام حديث العلماء والباحثين حول العالم. لكن في ليلة من الليالي صار شيء غير حياته بالكامل. بعد ما طلع من أحد الأماكن العامة، تعرض لموقف مفاجئ أدى إلى إصابة قوية في رأسه أفقدته وعيه لفترة قصيرة. وقتها ما كان يدري إن حياته القديمة انتهت، وإن حياة جديدة وغريبة جداً بتبدأ. لما استعاد وعيه ورجع لحياته اليومية، بدأ يلاحظ أشياء ما كان يشوفها قبل. فجأة صار العالم حوله مختلف تماماً. حركة الماء ما عادت مجرد أمواج عادية، بل أشكال هندسية متناسقة. أوراق الأشجار وتفرعات الأغصان صارت تظهر له كنماذج رياضية دقيقة. حتى أبسط الأشياء اليومية كانت تتحول أمام عينيه إلى أنماط وأشكال معقدة بشكل مذهل. في البداية ظن أن الأمر مجرد تأثير مؤقت، لكن الأيام مرت واستمرت هذه الرؤية الغريبة. الأكثر دهشة أن الرجل الذي لم يكن مهتماً بالرياضيات بدأ يرسم أشكالاً هندسية دقيقة ومعقدة بطريقة أبهرت المختصين. كل يوم كان يكتشف تفاصيل جديدة في العالم من حوله: خطوط، زوايا، دوائر، وأنماط متكررة تظهر له، وكأن عقله أصبح يقرأ لغة خفية موجودة في الطبيعة منذ الأزل. هذا الفضول دفعه إلى دراسة الرياضيات والفيزياء بنفسه. كان يحاول فهم ما الذي يراه بعينيه، وكيف أصبحت الأرقام والمعادلات بالنسبة له صوراً حقيقية يمكن تخيلها بوضوح. مع مرور الوقت وصلت قصته إلى الأطباء وعلماء الأعصاب، وبعد سلسلة من الدراسات والفحوصات اكتشف الباحثون أن حالته تندرج ضمن ظاهرة نادرة جداً تعرف باسم متلازمة العبقرية المكتسبة. هذه الظاهرة تحدث في حالات قليلة للغاية حول العالم، حيث تؤدي تغيرات معينة في الدماغ إلى ظهور قدرات